زمن ماتت فيه الرجالة في الحرب، واللي اختشوا من الحريم ماتوا. طلع لينا جيل مدمر اتربى على ايد الرجالة اللي هربت من أرض المعركة، والنساء اللي فقدوا معنى الحياة. في الحروب بيبقى فيه نوعين من الجنود: الجندي الفدائي المخلص صاحب المبادئ والضمير، اللي بيكون في أول الصفوف، ما بيخافش من الموت وممكن يضحي بنفسه عشان خاطر الباقي. وللأسف معظم الجنود الأبطال اللي بيفضل منهم بس قصصهم. وجندي جبان بيأخر نفسه، تحسه مجبر على خوض الحرب، حبه للحياة أكتر من حبه لأهله ووطنه. هتلاقي طول الحرب في الصفوف الخلفية بلا سبب أو مستخبي، وللأسف المعظم من الصنف ده بيعيش ويكمل. أما اللي اختشوا ماتوا، ده مثل عن حمام شعبي حريمي زمان حصل فيه حريقة. الستات اللي فيه انقسموا نصين: نص اختاروا نار الدنيا عن إنهم ينكشفوا قدام الناس، والباقي ما ترددوش لحظة وهربوا من النار، وما فرقش معاهم هم طلعوا من الحمام بهدومهم ولا من غير هدوم. المشكلة كلها إن بعد الحرب اللي كمل الحياة الجبناء، وبعد الحريقة اللي كمل في الحياة عديم الحياء. فجه من بعدهم جيل قذر خد منهم الجبن والقذارة وانعدام الأخلاق والشرف. أرض العار قصة أرض كانت جنة بقت قطعة من الجحيم في اللحظة اللي مات فيها أهل الخير وكمل مكانهم الأشرار.